بقى بعد ما وقفت جنبك ودافعت عنك قصاد كل الناس يبقى ده جزاتي؟ انت مش بس خنت العشرة والعيش والملح، انت دبحتيني بسكينة تلمة. وعمري ما كنت اتخيل ان لما ابقى كويسة معاكي هيجي يوم وتعضي الايد اللي اتمدتلك. شكرا قوي يا شيماء. روحي يا شيخة منك لله، وربنا هيجيب لي حق منك. وزي اي يوم عادي صحيت من النوم انا ومرات جوزي، وحضرت له الفطار عشان ينزل، وقلت ان شوية وهنزل وراه عشان ازور امي واشوفها لو كانت عايزة مني حاجة. لكن سمعت صوت حد بيصرخ في الشقة اللي جنبي، وبعدها صوت عياط. كان مراد نزل، فرحت عشان اشوف في ايه، وخبطت على جيراني ولقيت شيماء جارتي وشها مهرم العياط ومش عارفة تتكلم وبتقولي: جوزي مات يا منار، جوزي مات. لا حول ولا قوة الا بالله، البقاء لله يا حبيبتي. طيب انتي كلمتي اي حد من اهله؟ ملناش حد، انا وهو مقطوعين من شجرة. سبتني لوحدي ليه يا حبيبي؟ وحدي الله يا شيماء، انا هتصل بجوزي وهو يتصرف، وهفضل معاكي وما تشيليش هم يا حبيبتي. اتصلت بمراد جوزي وقلت له ياخد اجازة ويجي بسرعة. كان زعلان مني عشان دبسته، بس جرت رغم ان علاقتي بيها مش قوية صعبت عليا، ولما قالت لي ملهاش حد قلت اعمل فيها ثواب. رجع جوزي من الشغل وانا فضلت قاعدة معاها واسيها لحد ما اتدفن جوزها، واستأذنت من مراد إني أبات معاها لحد ما تبقى كويسة. وفضلت ليلتين أخدمها، وخصوصا بعد ما تعبت ووشها دبل. وبعدها رجعت لبيتي وقلت لو ربنا قدرني هفضل دايما أودي شيماء جارتي. دي بقت غلبانة ووحيدة، لأن ما كانش لها عيل ولا قريب. كانت عايشة هي وجوزها لوحدهم بقالهم 10 سنين. طول ال10 سنين كانوا بيحاولوا يخلفوا، لكن حد فيهم كان عنده مشكلة وربنا ما كانش رايد لهم. فتحت بيتي لشيماء وبقيت اخليها تيجي تقعد معايا ونتسلى سوا، وانا وهي وجوزي بقينا نخرج نشتري حاجات البيت سوا. مراد كان دايما يقولي ما تحشرهاش في حياتنا، وما هيش اول ولا اخر واحدة تتأرمل وتعيش لوحدها. بس كانت صعبانة عليا قوي، وما كنتش بقدر اقول لها ما تجيش عندي ولا تخرجي معانا، خصوصا بعد وقفتي معاها لما اعتبرتني صاحبتها واختي ليها. وبعد سنة من وفاة جوزها سمعت الجيران وهما بيتكلموا عليها، وكانوا بيقولوا انها ست شمال ومشيها بطال، وان كل ليلة في رجالة بتطلع عندها الشقة. لكن الحق يتقال ان ما كنتش بشوف حد غريب في الدور اللي ساكنين فيه، وعشان كده كنت بدافع عنها وارد غيبتها واقول انها ست شريفة، والناس هي اللي مش سايبة حد في حاله. بعدها امي تعبت، واستأذنت من مرات جوزي اني اروح اقعد معاها وارعيها لحد ما تخف. فضلت قاعدة اسبوع، لكن حالة امي كانت بتسوء كل يوم عن اللي قبله لحد ما توفاها الله. وقلبي تعب قوي عليها، وقررت اني ارجع بيتي. وكنت متضايقة قوي عشان مراد طول الفترة اللي قعدتها عند امي ما كلفش نفسه يجي مرة واحدة يطمن عليها ولا حتى يسأل على امي. ولما رجعت لقيت الجيران اللي ساكنين تحتي بيعزوني، وواحدة منهم قالت لي: انتي صعبانة عليا قوي يا حبيبتي، الله يعينك. بس هو كده، اللي يعمل خير في الناس ياخد فوق دماغه. قلت لها باستغراب: يعني ايه اللي بتقوليه ده؟ تقصدي ايه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، انا بس بقول خبطتين في الراس توجع، وانت خسرت امك الله يرحمها وملكيش حظ في جوزك كمان. ما كنتش فاهمة هي بتتكلم عن ايه، وجارتي التانية نغزتها في دراعها عشان تسكت. قلت يمكن عرفوا ان مراد فضل ما يسألش عليا ولا على امي وشمتانم فيا. وطلعت شقتي، وقبل ما ادخل خبطت على شيماء جارتي، هي اكتر واحدة هتفهم انا زعلانة على امي قد ايه. بس الغريبة ان ما سألتش خالص، دي كانت ملازماني على طول زي ضلي. معقول مراد ما قالهاش حاجة؟ فضلت اخبط عليها بس هي ما فتحتش. دخلت شقتي
واستنيت مراد يرجع من الشغل. ولما رجع قال لي: في إيه يا منار؟ ايه الاسود اللي انتي لابساه ده؟ اه. هو انت افتكرت حتى تسأل بالتليفون؟ امي ماتت يا مراد، لو انت ناسي، وانا من حقي احزن عليها. يا ستي، ما كلنا هنموت، بس انا بتشائم من اللون ده، والحزن في القلب مش في الهدوم. عندك شيماء جارتك اهي، لبست ملون بعد اسبوع من موت جوزها. انت بتقارني بشيماء يا مراد؟ انا مش بقارن ولا بنيل. انا قلتلك ما بحبش اشوفك وانت لابسه اللون ده طول ما انا هنا في البيت. طريقة مراد معايا كانت غريبة، وسمعت كلامه عشان ما كنتش قادرة اتخانق معاه، وهو عمره ما كان هيفهمني. وتاني يوم الصبح رحت لشيماء، فتحت لي وكانت متزوقة وحاطة ميك اب ولابسة قميص نوم، وقالت لي: وحشتني يا منار يا حبيبتي. وحشتك؟ انتي حتى ما هنش عليكي تسألي عني مراد، وانا اللي افتكرتك اول واحدة هتعزني. اه معلش، البقاء لله، قلبي معاكي يا حبيبتي. ايه، مش هتقولي لي ادخلي؟ معلش يا حبيبتي، انا بس كنت بلبس عشان خارجة، نبقى نتكلم وقت تاني. وقفلت شيماء الباب في وشي، واتصدمت عشان ما كنتش متخيلة انها هتعاملني بالشكل ده، خصوصا بعد كل اللي عملته معاها وقفتي جنبها في محنتها. دخلت شقتي وحاولت انام شوية، لكن صحيت على صوت زعيق ودوشة. قمت فتحت الباب، ولقيت البواب بيقولي: الست شيماء وجع من طولها جوه، وهي الواحدة. اتخضيت عليها ورجعت شقتي عشان ادور على حاجة افتح بيها الباب. لقيتها فعلا وقع على الارض، والبواب قال لي اني فضل يخبط عليها كتير، ما ردتش عليه، وهي كانت طالبة منه طلبات فخاف لا يكون جرالها حاجة. حاولت افوقها بس كان مغمى عليها. طلبت الدكتور، واتنين من جيراني اللي ساكنين في الدور اللي تحت طلعوا عشان يطمنوا عليها. كنا كلنا واقفين لما الدكتور قال: ما تقلقوش يا جماعة، كل الأعراض دي طبيعية، مدام شيماء بخير. طيب، والدوخة والضغط الواطي ده سببه ايه يا دكتور؟ مدام شيماء حامل. ساعتها أنا وجيراني بصينا لبعض وما كناش عارفين نقول ايه. وبعد ما وصلت الدكتور ودفعت له تمن الكشف، كانوا جيراني خارجين وعمالين يلسنوا على شيماء بالكلام، وهو ماسكين ودان بعض وعمالين يقطعوا في فروتها، وقالوا لي: صدقتي؟ صدقتي لما كنا بنقولك ان الست دي ماشيها بطال؟ اديها حامل اهي، وجوزها ميت بقاله اكتر من سنة، هتحمل من الهوا اياك ولا ايه؟ المرة دي ما قدرتش ادافع عنها، سكت شوية ورجعت وقلت لهم: يا جماعة ان بعد الظن اسم. بصوا له بسخرية هما بيضحكوا، سابوني ونزلوا. دخلت لشيماء وقلت لها على اللي الدكتور قاله. قالت لي: طيب شكرا. شكرا بس كده؟ انا عايزه اعرف ازاي يا شيماء، وليه مخبيه علينا حاجه زي دي؟ مش من حقك تعرفي، انا شكرتك على المعروف اللي عملتيه معايا، ودلوقتي بقى اتفضلي عشان عايزه استريح، ومش قادره اتكلم ولا ابرر ولا اشرح حاجه. انتي بتعامليني كده ليه يا شيماء؟ ده انا عمري ما عملت معاكي غير كل خير، واديني بشكرك على الخير، وبقولك كفايه لحد كده. خرجت من عندها وانا قلبي مكسور ومطروده، ومش فاهمه ايه سبب المعامله الغريبه اللي جارتي كانت بتعاملها ليا، ومش فاكره اني عملت فيها حاجه وحشه، ولا حتى اتكلمت عليها كلمه واحده زي بقيه الجيران. ولما رجع مراد كنت محضره له الاكل، واحنا بناكل ما قدرتش اخبي عنه اللي حصل، وبدات اقول له: حامل؟ يعني ايه؟ يعني حامل يا مراد، هشرحها لك يعني. احنا لازم نسيب العماره دي. نعم؟ زي ما سمعت يا منور، مادام الجيران عرفوا يبقى سمعة الست دي هتلط كل اللي يقرب منها، واحنا ساكنين الباب في وش الباب، يعني اكتر ناس هنتضر من الموضوع ده. عندك حق، بس هنروح فين؟ وليه هي ما تمشيش؟
لأ، ما أنا مش هستنى وأقعد أسأل. احنا في خلال الأسبوع نكون ماشيين، وما تتكلميش معاه ولا تفتحي لها بابك مرة تاني. سمعت قلتي ايه؟ وقتها سمعت كلام جوزي، وبدأت أجهز كل حاجة وألم عفشي عشان ننقل في بيت أمي لحد ما نشوف صرفة ونروح لبيت جديد. ونقلت لبيت ماما، ونسيت كل حاجة عن اللي حصل في العمارة القديمة. وعدت شهور، وفي يوم صحيت قلقانة من النوم، لقيت مربي يتكلم بصوت واطي في الحمام. أول مرة أشوفه بيتكلم بالطريقة دي وفي الحمام كمان. وبعدها خرج وقال لي إنه هيخرج، مع إن ده كان يوم أجازته. معرفش ايه اللي خلى الشك يدخل قلبي من ناحيته، وعشان كده مشيت وراه. والتاكسي وقف عند العمارة القديمة، وطلع مراد لي فوق. واحدة من جيراني شافتني وقالت لي: انتي وحشاني قوي يا منور، طمنيني عليكي، وقولي لي عملتي ايه بعد ما اتطلقتي من الحمار المخفي اللي ما عندوش دم ده. انتي بتتكلمي على ايه؟ عن مراد. مش هو طلقك؟ هنتطلق ليه؟ احنا عزلنا بس ورحت شقة امي. وموافقة ازاي على الوضع ده؟ ولا عشان هي بقت حامل وعلى اخرها يبقى خلاص اتدبستي؟ وضع ايه؟ ومين اللي على اخرها دي؟ ضرتك شيماء يا عينيا. انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ حاولت اجمع الكلام اللي اتقالي واللي حصل زمان. قد ايه كنت مغفلة ومش شايفة اللي بيحصل حواليا. طلعت فوق لحد الدور اللي فيه شقتي، وخبطت على شقة شيماء. لقيت جوزي بيفتح لي، وخرجت شيماء من وراه، وبصلي بدهشة وقال لي: منار، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا المغفلة اللي نايمة على ودانها. انت اللي بتعمل ايه هنا يا مراد؟ ولقيت خطفت الرجالة بتقول: مالك يا حبيبتي؟ مالك جاية تهجمي علينا وتزعقي على الصبح ليه؟ واحد وجاي يشوف مراته عشان يحجز لها عشان تولد. ايه يعني بقى مجرم؟ تولد؟ يعني انتوا كنتوا متجوزين من ورايا؟ بقى بعد ما وقفت جنبك ودافعت عنك قصاد كل الناس يبقى ده جزتي؟ انت مش خنتي العشرة والعيش والملح، انت دبحتيني بسكينة تلمة. وعمري ما كنت اتخيل لما ابقى كويسة معاكي هيجي يوم وتعضي الايد اللي اتمدت لك يا شيماء. روحي يا شيخة منك لله، وربنا هيجيب لي حق منك. نزلت بسرعة وانا مهرية من العياط، وما كنتش شايفة قدامي. وانا نازلة كان مربي يجري ورايا، وبعدي الطريق بسرعة خبطتني عربية. وفقت بعد 3 أيام في المستشفى، وكنت تعبانة. وكنت موجودة في نفس المستشفى اللي هتولد فيها العقربة شيماء. وبعد ما فقت قلت دي فرصتي، وجات لحد عندي عشان انتقم من اكتر 2 خانوني. ومحدش هيقدر يمسك عليا دليل، لانهم كلهم عارفين ان مغمى عليا وفي غيبوبة. وبعد ثواني لقيت مراد جوزي دخل عليا. عملت نفسي مش في وعي وما ردتش عليه، لكن سمعته هو بيقول: فوقي بقى يا حبيبتي، قومي وانا اعملك كل اللي انت عايزاه. قلت في بالي انت ليك عين بعد اللي عملته. لقيته بيكمل وبيقول: انا ما عملتش حاجة غلط، انت اللي دخلتي شيماء حياتنا. وانا كنت بحاول انبهك واقولك اكتر من مرة اني مش مرتاح للي بيحصل وتدخلها في حياتنا، لانها كانت بتحاول معايا وترمي نفسها عليا، وكانت بتستغل كل فرصة عشان تستفرد بيا. وصدقيني انا كنت مخلص ليكي، لكني انسان وضعيف، وفي الاخر استسلمت ووقعت في الغلط معاها. ولما عرفت انها حامل هربت، لكن هددتني انها هتعرفك ان انا الاب، وانا ما كانش ينفع اخسرك. عشان كده خبيت عليكي. انا بحبك يا منار ومش عايزه اسيبك. صدقيني يا منار فوقي، انا مستعده اصلح اي غلطه عملتها في حقك. لكن كمان انت قررتي ومن وقت ما اتجوزنا انا نأجل الخلفه، وانا ما لقيتش حاجه، بس ما كانش ينفع انكر ابني. وعشان كده اتجوزتها عشان ابني لما يتولد ما يعرفش انه ابن حرام. ودلوقتي انت اللي في ايدك تختاري، يا تسامحيني ونكمل حياتنا زي ما هي، يا هطلقها وافضل معاكي وهعوضك.
بقيت بسمعه ومش عارفة أنا فعلا غلطت لما حرمته يكون أب، ولا هو اللي ظلمني وخاني مع أكتر واحدة وقفت جنبها ومديت لها إيدي بالخير. وقتها فتحت عيني وعملت نفسي فقت، وبكل النار والقهرة اللي جوايا قلتله: امشي اطلع بره، مش عايزة أشوفك تاني، أنا بكرهك، بكرهك. طردته من المستشفى وقلتله إني مش هرجعله، لكنه حسسني بالذنب وفضلت أفكر مع نفسي: لو كنت أنا فعلا اللي غلطانة عشان بثق في الناس بسرعة وبحاول أساعدهم حتى من غير ما أعرفهم، يبقى دي فعلا غلطتي أنا، وحرام أقتل روح ملهاش ذنب. بسرعة اتراجعت عن كل اللي كنت ناوية أعمله وخرجت من المستشفى. خرجت من المستشفى وأنا محتارة ومش عارفة أرجع لجوزي ولا أخليه يطلق شيماء، ولا أتطلق منه وأعيش حياتي لأنه خاني وخان العشرة وما عملش حساب ليا ولا لربنا وخان الأمانة. قوليلي أعمل إيه، لأن ما بقتش عارفة مين فينا اللي غلطان ومحتاجة نصايحكم ليا.